السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا وصل السندوتشات السندوتشات بتتكلم ايه عن نفسها؟ بتتكلم عربي. عربي. الأرض ماشي. بتتكلم عربي، ده لا، السندوتشات دي. السندوتشات هنا يا جماعة كانوا بقالهم كتير قوي عايزين ياكلوا سندوتشات ماك اريبيا، عايزين ماك اريبيا، عايزين ماك اريبيا، دول فانا عايزين قلت خزنة بقى، اه هنجيب منين؟ فراخ بقى ودقيق، يلا الحمد لله. المهم بدأت أول حاجة في عجينة العيش بتاعة الماك إريبيا. أول حاجة عملتها دفيت كده كوباية لبن. لبن، وضفت عليها 3 معالق احنا سكر. مش هنستخسر، يعني مش معنى عشان هنعمل أكل في البيت اه فيعني هنستخسر في كل حاجة. لا، لازم برضو ايه، نغذي أكيد الوجبة. هنغذي الوجبة ونغذي اللي هياكل الوجبة. الوجبة. بالظبط كده. فاحنا بنعمل دلوقتي أول حاجة العيش بتاع ماك إريبيا. هنا بقى ضفنا زي ما قلت لكم اللبن دافي و3 معالق سكر، وهنضيف حوالي معلقة كبيرة من الخميرة. الخميرة الفورية بتاعت العجل. بالظبط. هنا ضفنا الخميرة، بنقلب بقى، قلب 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 قلب. عشان نسيبها ايه تخمر كده اهوت، عشان تبقى ايه، تدي العجينة الانتفاخ بتاعها. بالظبط كده. هنا بقى أنا بقلب كل انتي ده، دي بتسأليني ولا أول بتقولي حاجة. اقول؟ لا، بقولك قولي، اتكلمي اه. معايا، يعني ناخد وندي افتكرتك بشكل ودي. بالظبط كده. يلا. هنا بقى على كوباية اللبن هنضيف ايه؟ هنضيف كوباية دقيق، واهم حاجة تدخل الدقيق عشان يدخل له هوا. ولو ايوه، في اي حاجة كمان ايه. الشوايه بتاعته بالظبط تبقى. كده. وهنسيبها تتخمر معانا شوية بقى، اول حاجة دي. رشة ونضيف الملح اه برضو اللي هي بتعدل دي الأكل، الطعم وسنة عن والنكهة. الرسول عليه كمان الصلاة عليه الصلاة والسلام. والسلام. هنقلب بقى كده، هنختلط كله مع بعض، السكر والخميرة واللبن ودي والدقيق. ورشة هس- الملح. ورشة الملح نسيتها، سوري. شفتي بقى. هنا بقى هنجيب ايه؟ احنا سيبناها ترتاح شوية، هنجيب بقى هنا الفراخ. فراخ في بيتكم فراخ؟ عندنا كنز كنز، دي بقى فرخة كاملة يا جماعة. أنا خليت الصدر وخليت الوراك، عايزة تحطي وراك بس تمام، عايزة صدور بس تمام. أنا ايه ضفت الاتنين يعني. هنقطعها كده شرايح صغيرة ونضيفها في الكبة. وهقول لكم على حاجة بقى بتخلي الفراخ معاكي ما تفكش لما تيجي تقليها في الزيت وكده. ده سر الصنعة. سر الصنعة بالظبط كده. هنا أنا جايبة حوالي رغيف عيش مبلول، اه. هنصفيه بقى بتزودي كويس، الكمية. وكمان بيخليه يربط. طب تمام. هن هنصفيه كده كويس من المية، وهنضيف كمان معلقة خل. أنا نسيت أضيفها للأسف، بس أنا بقولها لكم دلوقتي، هتضيفي معلقة خل علشان لو في أي زفارة ما هي من الأول مغسولة كويس، ما فيهاش زفارة، بس اللي بس حابب يحطها تمام تضيف. ماشي، مش مشكلة. بالظبط كده. وهنا بقى زي ما جبنا رغيف العيش وعصرناه كويس من المية، وضفناه مع الفراخ، هنضرب بقى كل ده كويس مع بعض، شايفين اهو. هقول لكم بقى على البهارات اللي ضفتها للفراخ. هنضيف ملح، وهنضيف فلفل اسمر، ده عامل أساسي. وحابة تضيفي بابريكا مدخنة هتديكي طعم حلو جدا وريحة حلوة جدا، ضيفي. ما عندكيش بابريكا عادية، ما عندكيش، هما كفاية جدا جدا الملح والفلفل الاسمر. وضفت كزبرة كمان. مش بكتر البهارات على فكرة يا جماعة، عشان ساعات البهارات بتودي الطعم لحاجات تانية يعني. بالظبط كده. بصوا هنا بقى، بصوا خدوا بالكم وانا بدور على البابريكا المدخنة. فكتر البهارات يا جماعة ممكن تخليك تاخد الوصفة لحتة تانية خالص، مش عايزيننا مالناش دعوة أيوة. بيها. طيب. هنا بقى انا كنت بقى البابريكا المدخنة اهي. هتضيفي نص معلقة صغيرة، ما تضيفيش كتير لان هي برضو. عشان اللون كمان لا لا، والطعم. ما هي لا، عارفة مدخنة جامد قوي، يعني اه. تحسي فيها الدخنة جامدة قوي أيوة. والريحة. فلا، تضيفي بس ايه، نص نص معلقة. معلقة صغيرة، وهضرب كل ده مع بعض. شايفين اهو اهو. تشيليها بقى في التلاجة علشان تمسك. تشمع شوية. بالظبط كده. وطبعا تلميها بايدك، تبقى ايدك فيها زيت أيوة عشان. علشان ما تلزقش. هنبدأ بقى ايه، نجهز في العجينة. احنا هنا كنا بنختمر اول حاجة. هنا احنا اختبرنا العجينة في الاول والحمد لله علت معانا. هنبدأ بقى نجهز في ايه، في العجينة نفسها. أيوة. احنا الاول كنا ضايفين كوباية دقيق، هنزود بقى عليها كوبايتين الكمية دقيق اللي انت عايزة. على كوباية اللبن اللي كنا حاطينها في الاول. عايزة اقول لكم ان كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. وهنا طبعا حبة البركة دي عامل اساسي في سندوتش ماك القريبيا. حبة البركة دي عامل اساسي. هنقلب بقى كل ده كويس مع بعض، هنعجن اه. علشان ايه، نخلي العجينة تكون اه. متماسكة مع معانا بعض. ولما معانا كويس. وهنضيف وهنعجن بقى، وهتضيفي زيت زيتون للعجينة، هتديها طعم حلو قوي.
وفايدة وفيها طبعا. طراوة. وفايدة اه زيت الزيتون حلو. والعيش تملي تحبي ان انت يتعجن كويس. وعايزة اقول لك ازاي تعرفي ان العجينة دي معاكي مش محتاجة اي حاجة، لا محتاجة مية ولا محتاجة دي، لما تلاقيها لمت معاكي خالص من البولة، يعني تلاقي مفيش لازقة. مفيش اي حاجة خالص بتلزق. وهتفضلي بقى ايه هتعجنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا يا جماعة انا كنت قصدي ان انا موريكمش ايدي وانا بعجن، لان انتوا عارفين ان شكل العجين وانتوا بتعجنوا اصلا بيبقى شكل الايد ايه، مش ظريف. مش كويس. بس اهو شايفين اهو خطف كده حاجة خطف. اهو كده خلاص بقى اهو. ده سر نجاح العجينة صح. خلاص ايوه مش ماما انت ملزقة. بتنامي مني ولا ايه؟ لا لا بقولك هي كده مش ملزقة. اصحى يا ماما، اصحى ماما، رمضان كريم. الله اكبر. دلوقتي بقى بالاسترتش كده، عندنا استرتش كمان، عندنا عندك استرتش. ده احنا ده ايه الهنا ده. ما هو رمضان كريم بقى. الحمد لله. نلفها بقى عشان ما تعملش بالاسترتش. قشرة. نلفها بقى بالاسترتش كده، ونسيبها ايه تتخمر، ووقت ندخل ما بقى على احنا ايه التحابيش بتاعت نبدأ بقى الحشو. في الحشو. يعني بصوا حاجة حاجة كده، هتخلصي العجينة، بتبدأي أول حاجة اللي هي التخمير، إن انتي تتأكدي إذا كان الخميرة معاكي كويسة ولا لأ. تقومي مقطعة الفراخ وضرباها تكون هي خمرت معاكي، يعني فاهمة عايزة ايوه أقولك إيه. بالترتيب عشان رتبي كده. احنا طبعا قطعنا بقى طماطم وكابوتشي وخيار علشان نحطها في الحشو في بتاع الحشو. الساندوتش. هنبدأ بقى هنا نجيب مهما كان هي هتكلفك مش زي ما هتجيبي من بره التكلفة برضه. وكده وكده كده انتي نظافة بقى وانتي اللي عاملاها بإيدك نظافة وعايزة اقول لكم والتوفير حاجة وكده. كمان، ممكن تجيبوا الحشو بس، ولو عندكم السندوتشات اللي هو العيش العربي ده اللي هو المفروض اعملوه كده حلو اه جدا برضه. بس هو من كل فين وفين ايه لما بنبدأ ايه. نعجن. بالظبط كده. وانا بقى سايبة ال- الفراخ بتاعتي بتتشمع في التلاجة، هبدأ اعمل العيش. هنبدأ بقى نمسك كده في العيش، هنرش بس في الأول رشة دقيق كده، زي ما قلت عصير الدقيق كده ايوه علشان عشان ايه تتفرد ما معاكي. يلزقش معانا بالظبط. وهنفرد كده والنار تولعوها على الطاسة اللي تبقى لازم سخنة تسووا عشان فيها العيش، وتضيفوها بقى كده. وحاجة بحبها جدا جدا أعملها وأنا بسوي العيش على النار، بجيب كده يا معلقة سمنة يا معلقة زبدة وبحطها على الوش. بيدي طعم برضه كأنه مش بيدي بيبقى طعم، كأنه فطير. وبيدي كمان لمعة تبقى حلوة ايوه قوي، معلقة صغيرة قوي كده. وطبعا يعني هقول لكم ايه، كل 20 ثانية يفضلوا يقلبوا في العيش، كل 20 ثانية يفضلوا يقلبوا في عشان العيش. اهو شايفين، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، حبايبي يا حلوين. يلا بقى لايك واشتراك بقى، يلا لايك واشتراك كده، وقولي رأيكم في الوصفة دي. وعايزة اقول لكم حاجة سر كده بيني وبينكم، ما تقولوش لحد، ماما بتنام جنبي. ماما. فطرنا بقى وكلنا وريحنا. حبيبتي يا ماما بتنام والله يا جماعة. يلا سر بقى، اوعوا تقولوا لحد، ها، اوعوا. يلا اهو تمام اهو. اهو والعيش اهو ايه، سويه كده، شايفين يا يا حلاوة حلاوة. كان ايه ده ايه ده، جميل. حبيبتي يا ماما. ما هو اكلت بقى وريحت. كلتي وريحتي انا واخده بالي. أهو. قلب 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 قلب. وطبعا بقى علشان تحتفظوا بطراوة العيش، تكونوا مجهزين كده فوطة نضيفة للأكل، ايوه وتحطوه بقى جواها كده. يتغطى عشان ما ينشفش. ونصيحة مني ليكوا، يعني تخلوا مثلا ايه، يعني العيش على قد اللي هياكل بس. ايوه عشان لما يبات الحاجة بالذات السندوتشات دي بتبقى عايزة ايه وقت يعني. وكمان يا جماعة توفير توفير بقى. لا يعني لو تص- عايزين ناكل مش هناكله عشان نوفره. لا مش توفير، يعني الحاجة تترمى لا طبعا. ولا يدوبك على القد. لا طبعا الواحد يعمل احتياجاته بالظبط دلوقتي. كده، في الوقت اللي احنا فيه ده يا جماعة ان شاء الله هو يعني. المفروض في اي وقت الواحد ما يعملش اكتر من احتياجاته. بس المرة دي صعبة قوي. مم. هي ولادة. لا بعمل زي محمد هنيدي. المرة دي صعبة. مرة صعبة قوي. طب ايه، لا اول مرة بس صعبة قوي يعني. يلا الحمد لله. طبعا يا جماعة هنقول في الاول وفي الاخر الحمد لله على كل طبعا. حاجة، اللهم لك الحمد يعني. احنا احسن من غيرنا بكتير، الحمد لله. هنقلب بقى كده. لايك واشتراك بقى حلوين، وكومنت حلو كده منكم. مجدي بقى هنا طبعا جاي عاوز يعرف قربت اخلص ولا لسه، وبيشم العيش وعمال يقول لي الوصفة دي في قلبي في قلبي في قلبي. اهو شايفين، عملت 8 ترغيفة، 3 كوبايات طلعوا لي 8 ترغيفة. هسيبها بقى ايه يرتاح. هبدأ بقى نعمل ايه بقى، الفراخ بقى، جه وقت الفراخ. ماما ايوه قومي يا ماما. الحشو بقى بتاعها. ايوه هتبلي ايدك بقى بشوية زيت زيت عشان كده، ما تلزقش في ايدك اهو. وتكوني حاطة في الطاسة برضو واهم حاجة تكون شوية الطاسة زيت. سخنة. تكون سخنة جدا. هنا بقى هتلاقيه بتفرد بايدك بسهولة طالما انت شمعتيها في التلاجة. ايوه وهتفرديها لفرد رفيع قوي،
عايزة ولا يكون سمكها يبقى سميك كويس قوي، عشان تبقى حلو. هو عشان تلاقي فيها كمان أيوة حشو لحمة فيها كده. بالظبط كده. وهتفضلي بقى تقلبيها من وقت للتاني كده كل شوية. هنا أنا بمسح ايدي طبعا، حاجة صعبة كل شوية تفضلي تمسحي ايدك من ايه، من الزيت، أيوة. بس مش مهم، الحمد لله هي بتبقى مرة واحدة يعني كل فين وفين بقى. اهو شايفين، وهنفضل ايه نقلبها كده، وشايفين بقى ان هي ناجحة، عارفين معاكوا ايه، إن هي ما بتلزقش. وان هي ما فرفتتش أيوة ما فكتش عن بعضها. خالص. شايفين يعني اهو انا خلصت بقى الكمية دي كلها، وهبدأ بقى اطلع كده. وطبعا اهم حاجة تحطوها ما بين على ورقة برضه عشان ورق مناديل يتشرب. عشان لو في زيت ولا حاجة يتشرب. يتشرب منه. نبدأ بقى ايه نحشي، يلا بينا بقى للحشو. هنا جبت ده كان مايونيز وعليه شوية كاتشب، انا اللي عاملاه في البيت. أيوة. كاتشب ده ايه رأيك فيه يا ماما؟ لا الله ينور. حبيبتي، انا اللي عامله الكاتشب ده في البيت، فمايونيز بقى مع الكاتشب علشان الطعم بيبقى ونعمل الاتنين مع كده بعض يبقى طبقة طعمهم حلو. ومحدش يتريق على الحلة اللي ورايا دي، عشان دي اللي بحمر فيها البطاطس، صح. بحبها جدا. هبدأ بقى ايه هقطع كده الفراخ، علشان هي كانت كبيرة قوي معانا، فهتبقى كبيرة برضو، عشان فلا تقطعيها وتحطيها بالطول كده تحت أيوة. بعض، علشان ما تاخدش معاكي اسمها ايه يا ماما؟ حشو. حشو أهو كتير. شفتي أنا مش نايمة أهو. انتي لا صحي. هنبدأ بقى اهو طبقة كده من الكاتشب والمايونيز اللي حطيناهم على بعض، وتبدأي بقى تجيبي الطماطم والخيار، شايفين الخيار شكله حلو ازاي، والفراخ وشوية كابوتشي كده، ولف بقى ايه في الطبق، وهكذا. هنضيفه بقى كده. والسندوتش التاني مالك هنا بقى جايلي بيقولي ماما عايز سندوتش عايز سندوتش، فقلت له حاضر يا ملوك، يعني هي جت عليك ما جاتش عليك، فاطر بقى، يلا بينا. فعملت له السندوتش بتاعه اهو، برضو بنفس الكلام. فبنادي عليه يا مالك يا مالك، شايفين؟ شوف من أنا يا والشيف. روحي اللي انا وشي يا حبيبي. اهو خلصنا بقى كل